اقدم لكم قنبلة الاغاني العراقية، تطشير المطربين، تفليش الفنانين، فيديو تشليب من غناء حسين جكسر، وين احطه؟ اول ما سمعت الاغنيه من قال وين احطه عبالي دا يسال، ما عبالي دا يغني. يعني شريد اجاوبك هسه يا اخوي العزيز، انت الشعب كله حاير وين يحطه، الحظ المسخم وانت تغشم نفسك ما تعرف وين. اخاف اقول لك وين لحظه وين احطه شنو؟ اقول لكم اني تفكيري مضروب لو الاغنيه وسخه. خذها قاعدة، السؤال الوحيد اللي لا تسأل اي عراقي عليه وين احطه، لان جوابه واحد ومعروف يم الكل، واكو شغلتين هم لا تسأل احد عليها. بردان راح يقول لك قبل تعال خل ادفيك، ووين اقعد راح يقول لك تعال اقعد بالمكان اللي يريحك. وبالاخص هاي الجملة وين احطه اللي وراها مستحيل تلقى جواب مؤدب، لان ما نزل لها تحديث من 40 سنة. بغض البصر عن هالجملة ترى زحمة اخويا، انت عندك تصوير فيديو تشليب كان لازم تنتبه. شاربك تك ما يشبهتك، ادري وين مزين يمياز كافي، ليش ايش سويت بنفسك؟ عوفكم من الشوارب، ركزوا لي على المفردات. جرح وراس قلبي وحيرة وين خيطة، جرح وراس قلبي والله حيرة وين خيطة. اريد اعرف بالضبط وين يصير راس القلب بالتحديد، شنو هذا الكلام اللي تحكيه انت؟ بس هو مو صوتك، صوت الشاعر العضروطي اللي كتب لك الكلمات. وين احطه؟ واحنا شنو؟ حطه بالمحطة، حطه بالمكان اللي يناسبك، ما يحتاج ادليك يعني، او اقول لك حطه الشاعر اللي كتب لك الكلمات. لا المشكلة وين؟ فكرة الأغنية حزينة وخيانة. انت الناس ذات ردح حرد افتهم عرس ابوكم، هو شهالدراما الخايسة هاي. عوفكم من الحاتات، على كيفك عيني جون الاشقر من تغمز من جو النظارة، ترى ما حد سواها قبلك. شلون رهمتها تغمز وانت لابس نظارة؟ شلون؟ لك اعوج الفتشك هسه؟ لك المخرج والمنتج والمصور يضحكون عليك دفن، تدري لو لا؟ شعلق بس اقول لكم سعد الحلي حرامات مات، الف رحمة على روحك ابو خالد، لو عايش كان عرف شلون ينطيكم لحن على الطبقة اللي تناسبكم.